بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة على ألم السرة أثناء الحمل. طبعا هو ألم في السرة وقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من البطن. والسرة هو نتوء يظهر في وسط البطن، هو مكان الحبل السري الذي يرتبط بالمشيمة مع الجنين. وعندما يولد الجنين تصبح السرة من بقايا ليفية للحبل السري. يعتبر ألم السرة من أحد الأعراض الطبيعية خلال فترة الحمل، وبيكون ذروته في الشهر الخامس حتى الشهر الثامن، ثم يختفي تدريجيا وينتهي تماما بعد الولادة بوقت. وقد تشتكي الحامل من ألم السرة في هذا الحمل ولا تشتكي في الحمل السابق أو الحمل اللاحق. طبعا أسبابه بيبقى عندنا أسباب كتير، منها سبب في السرة نفسها، أو سبب حول السرة، أو سبب بيسمع في السرة من عضو آخر. أسباب ألم السرة أثناء الحمل للحامل نفسها، من الحمل بس، مفيش أي أسباب أخرى، اللي هو الحمل اللي بيسببها. بيبقى تمدد جدار الجلد وعضلات البطن حول السرة نتيجة انتفاخ البطن. والسرة هي أضعف جزء في البطن، والشد ده بيصل إلى أقصاه، مما يتسبب حتى في ظهور علامات تمدد الجلد اللي بنشوفها في بطن الحامل، وبيحدث معاها حكة مستمرة. وبعد فترة ممكن كمان من التمدد ده ان السرة بتبرز الى الخارج، وهي اصلا كانت مجوفة الى الداخل. السبب الثاني برضو من الحمل نفسه اللي هو ضعف، احنا قلنا ضعف البطن مع ضغط حجم الرحم. الرحم نفسه لما بيكبر وزنه بيزيد، والجنين جواه له وزن، والسائل الامنيوسي له وزن، بيضغط من جوه لبره، فبيضغط على السرة فبيعمل ألم. في كمان سبب اللي بعد كده اللي هو فتق السرة. فتق السرة ده برضو قلنا فيه ضغط من داخل البطن زي الجنين ووزنه والسائل الامنيوسي والرحم نفسه. لما بيضغط مع وجود السرة العضلات اللي حواليها ضعيفة، فبيحدث الفتق ده انه بيخرج حتة من نقول منديل البطن، او حتى جزء من المصارين في هذه الحتة الضعيفة، وبنسميه فتق. طبعا بيبقى في تورم، بتقول ان في ورم بيخرج مع الحزق وبيرجع تاني وبيحصل معاه ألم. احنا بنخاف بقى لو ان ده الورم ده ظهر وما رجعش، نقول مثلا هل فتق مختنق او حصل فيه غرغرينه او حاجه. بس مع الحمل ما بيحدث الغرغرينه الا في حالات نادره، لان كل شويه الفتحه بتوسع مع زياده الحمل. في كمان التهاب السرة البكتيري، نوعين منه. في نوع ان هو بنقول عليه التهاب داخلي، ان في كيس دهني موجود تحت السرة في نفسها يعني، فبيحصل فيه التهاب وبيحصل فيه افرازات ورائحة كريهة منه. السبب الثاني هو التهاب خارجي، ان هو جرح في السرة، ان هي بتلعب في السرة بآلة حادة او حاجة، او السبب الثاني بس مش موجود عندنا في مصر، اللي هي بتعمل ثقب في السرة عشان تحط حلق البطن، زي ما الستات بيحطوا حلق في ودانهم، بيحطوا حلق في السرة بتاعتهم. في أسباب أخرى لهذا الألم، نقول بقى عسر الهضم، نقول قرحة في المعدة، التهاب معدة بكتيري، التهاب الزائدة الدودية، التهاب المعدة والأمعاء، داء كراون وده داء مناعة للقولون، التهاب المسالك البولية، الإمساك بعد العمليات الجراحية، والحصاوي المرارة، متلازمة القولون العصبي، التهاب البنكرياس، وإقفار الشريان المسارقي. في شريان بيدي للمسارقة اللي هو منديل البطن الدم، ساعات بيحصل فيه جلطة. طب الأعراض بتاعته إيه؟ الأعراض بتاعت الوجع السرة إن هو بتقول إن هي بتختلف
من انها شديده او بسيطه. النوع بيبقى ثابت والالم موجود على طول او بيروح ويجي، والمده بتختلف من عده ساعات لعده ايام، وبيبدا في السره ممكن ينتشر لاجزاء اخرى من البطن. بيبقى الم، والالم ده ممكن يبقى معاه تورم لا من الالتهاب او من الفك، وكمان بيبقى في ساعات افرازات او رائحه كريهه لو في التهاب. تظهر بعض الاعراض الاخرى المصاحبه للسره، بيحصل فيه قيء دموي، دم في البراز، ضيق في التنفس، الم عند بذل مجهود. هنشخصها طبعا بعد ما بنكشف على السيده، وممكن نعمل تحاليل وفحوصات واشعات. طيب بعد كده هنعالجها ازاي؟ بنعالج على حسب السبب، لكن هنعالج بقى ألم السرة للحمل فقط، مفيش أي حاجة تاني غير الحمل. طبعا نقول لها تجنبي احتكاك الملابس بالبطن، ترتري ملابس واسعة، ما ترتريش بناطيل ضيقة، تعمل رياضة معتدلة أثناء النهار. لو في حساسية على السرة بتاعتها لو بتهرش فيها أو حاجة، تحط عليها ضمادة على السرة. تهتم بنظافة السرة، انها بتغسلها بماء وصابون، وما تنشفها بأعواد القطن زي بتاعة الودان بتنشف بيها السرة. ما تيجي تنام على الجنبين، بلاش تنام على الظهر بس. بتحط وسادة داعمة ورا ظهرها، او بتستخدم وسادات الحمل اللي هي على حرف سي، واللي هي بتحطها بين فخادها وحوالين ظهرها. بندلك البطن بحركات دائرية برضو. بندهن البطن بكريمات لمنع تشقق الجلد مثل زبدة الكاكاو، عدم ادخال اشياء حادة في السرة، وكمان بنقول لها ما تستعمليش حلق السرة. هنيجي نعالج بقى اسباب تانية برضو. لو لقينا فتق بنعالجه، لو الفتق صغير بنعمله واحنا بنعمل قيصرية من الداخل. بعد ما نعمل قيصرية بنقلب البطن وبنعمل الفتق، ولو كبير شوية بنستنى بعد الولادة ونعمله. طبعا لو في التهاب للسرة بندي مضادات حيوية وكمالات دافية، وبنعمل غيار على السرة 2-3 في اليوم. الأسباب التانية بقى عسر الهضم بنعالجه، الزايدة الدودية طبعا لو في زايدة دودية بنشيلها، لو في حصى مرارة، لو الموضوع متوسط أو بسيط بندي علاج، وبعد الولادة بنشيل الحصى. التهاب المسالك بنديله علاج، ده كراون بندي أدوية ضد المناعة. قولون عصبي بنعالجه، إقفار الشريان المساريطي بندي أدوية تميع الدم أو توسع الشريان، ولو ما ينفعش بيبقى فيه عملية. طب الحامل تروح للطبيب امتى؟ لو الألم بتاع السرة شديد، أو معاه فقدان شهية، أو ارتفاع درجة حرارة، أو السرة منتفخة، أو حصل منها نزيف. وشكرا.